السلام عليكم. موضوع جديد وحلقه جديده، ولكن هذه المره هذه موضوع شويه محزن. تم العثور على واحد الفتاه مغربيه ملفوفه في البطانيه. هذه الفيديو ما كنتش بغيت نبارطاجي معكم، ولكن للضروره احكام عاد توصلت به اليوم وحاولت نبارطاجي معكم. اللي كتواجد هذه السيده هذه اللي عثروا عليها الشرطه مقتوله في المحله بلبل محلاتي اللي كتواجد في بيولو، واحد المنطقه ديال طاكس الميدان مور فريديه سوكاك اللي جاده. كاين تما كاين واحد بلبل محلاتي المحله بحال السيكتور. ديك البلاصه هي اللي لقاو هاد الفتاه المغربيه ملفوفه في البطانيه ومقتوله. دخلت واحد تقريبا كيقولوا شهود عيان الناس ديال الحومه شافوها، دخلت واحد السيمانه 10 ايام ما خرجتش من الدار ديالها، لان الريحه دارت 10 ايام. الريحه ديالها تلقات في الحي تما كاينه، وديكلاراو الناس ديال الحي. ومن ديكلاراو الناس ديال الحي جات الشرطه المعنيه بالامر وحلات الباب ولقات السيده اللي هي حامله الجنسيه المغربيه مقتوله مده 10 ايام. وشدوها دابا وداو عاديه طب كرومو مورغر. غادي يبحثوا الشرطه كيفاش توفات هذه السيده هذه وعلاش توفات وشكون اللي قتلها. كاين دابا الشرطه كتبحث في الاجراءات ديالها، وان شاء الله غادي توصل شي حاجه خبر جديد غنحاول ديما نبارطاجي معكم كما العاده. وكنصح الناس البنات المغاربيات يبقى يديروا الحذر من الناس، لان راه تركيا هذه راه الناس راه صعاب بزاف وما بقاش يديروا الثقه، لان صعيبه اسطنبول. راه كما كتعرفوا ما كتعرفوش واحد الانسان الاحتياط واجب، ورفقت من ولا راه كتولد الباله. رانا ديما كنذكركم ردوا البال وحديو راسكم، الناس راه واعرين هنايا راه ماشي ساهلين. انا كتجربه ديالي لان عايش واحد من الجاليه المغربيه اللي مقيم هنا واحد 18 سنه ونعيش، عندي خبره كبيره وعارف بزاف ديال الحوايج. انا كنحاول دائما الجاليه المغربيه او الناس اللي عاد جاوا من المغرب لتركيا كنحاولوا ننصحوهم شحال ديال الناس كيتوفاو، شحال ديال البنات تقتلوا، شحال ديال الناس طرا عليهم النصب. هادشي كنحاول ديما نذكر الناس باش الناس تكون عارفه، تكون عندها واحد الخبره يعني تشوفوا انسان اون تقال الكبار الناس كينساو، واخا كتذكرهم كينساو، لان الانسان اسمه نسى ينسى. خاصك ديما تذكر، ذكر فين الذكرى تنفع المؤمن. ديما خاصك تبقى تعطي واحد النصيحه. وهذا الشيء راه حاولت نبارطاجي معكم. انا ما كنتش بغيت ندير هذا الفيديو هذا، ولكن ملي توصلت الخبر ديال هذه البنت وهذه المراه هذه اللي قتلات لمده 10 ايام، ولا عرفت شي حاجه هي اللي جديده عليها، باقي ما عرفناش الاسم ديالها. عرفت انا غير المكان اللي تقتلت فيه في طاكس الميدان في الفاريديه من مور فريديه. هذيك المحله اسمها محل بلبل محلاتي. واحد السيد هو تما كاين سميتو فولكان غوران، هو اللي شاف هذيك السيده دخلت هذيك الدار. هذيك الدار فيها 3 اطاج، لقاوها في الدار تما كاينه مقتوله 10 ايام وهي ملفوفه في البطانيه، وخشاوها في السداري قال لك فوق الكولتو. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والى اللقاء. كنا عيدا نقولوا الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ان شاء الله باذن الله، والله يصبر عائلتها، وانا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقه الموت والى اللقاء.